ومطالب الشعب مبينة واضحة هي، يعني ما يراد لها واحد يدرسها ويشوفها. اكو جيوش عاطلة بالعمل، عندك الطلاب، خريجين، المهندسين، الدكاترة، كلها قاعدة، اي تعيينات ماكو. واجب على الحكومة ان تنتبه على هاي الشريحة المهمة الموجودة هسه حاليا في الشارع. واحنا نتمنى من الحكومة الجديدة ان شاء الله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان يلتفت لهالشريحة هاي المهمة، هي هاي مستقبل العراق. واكو قوانين هواية معطلة لا يزال، يعني اللي هسه ما مفعلة نهائيا. فعلى اعضاء البرلمان المحترمين ان ينتبهون هاي الشريحة هاي، يعني الرواد والابطال وكلها ان ينتبهون عليها، يشرعون القوانين بها. شكرا تحت الفرصة. الحقيقة هي تراكمات من الفشل القديم. الحكومات السابقة وعدت الناس بأمور لم تتحقق فصارت تراكمات. أنا أعتقد المطالب بالدرجة الأولى اقتصادية خدمية وتتعلق بحياة الناس بشكل مباشر. حضرتك تلاحظ إخفاق الخدمية، مسائل الكهرباء، الماء، الخدمات، البنى التحتية المهدمة. نسمع بالآونة الأخيرة عن حوادث الطرق بالمحافظات نتيجة تهالك الطرق والزخم المروري. الثاني جيت الصبح ساعتين، أغلب الطرق مقطعة، دوام طلاب، ازدحامات. وين التخطيط الأساسي؟ البطالة المقنعة. الناس الآن كلها تتجه للوظيفة، زين الوظيفة مو حل. الاستثمار وين؟ القطاع الخاص وين؟ أنا احتكار السلطة، عدم وجود فرص عمل حقيقية، عدم وجود استثمار، انسداد الأفق. كل هذه تراكمات الفشل ولد يأس عند الناس وإحباط، وبالتالي انسداد منافذ الأمل. أنا أعتقد أمام الحكومة تحديات كبيرة، أولها الملف الاقتصادي، تغيير سعر الصرف. هاي الحكومة إذا ما استطاعت حل هاي الملفات أنا أعتقد ما راح يطول بقائها. يعني هي مرجح أن الحكومة إذا ما وعدت بحل الملف الاقتصادي راح يتكرر نفس سيناريو 2019. والله هي مطالب الشعب العراقي من الرئيس الجديد هي نفسها ثابتة دائما كل سنة: الأمان، الصحة، التعليم، الاستقرار. يعني ان هذول دائما كل سنه يجي رئيس ما راح يغير شيء من عندهم، وكل رئيس راح يقول انه مثلا نحصر السلاح بيد الدوله، نحصر السلاح بيد الدوله. لحد الان ما شفنا اي تغيير. بعد شيء المجتمع عشائري، مجتمع عشائري بحت. يعني لحد الان اللي العشائر هي اللي تحكم والاحزاب هي اللي تحكم. مثلا ما شفنا لحد الان. يعني هسه مثلا انا اطلع اخاف على نفسي انه مثلا يجيك فيصل يتعارك ويا فيصل وتصير بيناتهم فصال متخاربه بيناتهم. هذا راح يؤدي على المجتمع. يعني حتى مثلا هسه مثلا هذا المكان سياحي يعتبر تاريخي، هذا الشابندر له تاريخ، مقهى الشابندر تاريخه حتى اقدم من تاريخ دول. من يجيك سائح هنا هو انه يعرف المجتمع عشائري وامان ماكو، شلون يجي السائح؟ فهي هاي النتيجه انه احنا نريد اهم شيء هو الامان.